السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. صينية رقاق باللحمة المفرومة، السر في الشوربة، مقرمشة جدا. إذا سمعك قرمشتها وريكي تسويتها تشوفيها عن قرب هتلاقيها مختلفة تماما عن أي صينية رقاق. السر في الرقاق هي الشوربة، سخنة جدا. كل ما كانت الشوربة دسمة كل ما عملتي صينية رقاق مقرمشة. كل ما عملتي صينية الرقاقة الطويلة تعملي لها صينية طويلة، الرقاقة المدورة تعملي لها صينية مدورة. هتعملي تسوية رقاق، صينية رقاق خطيرة جدا. شايفة التسوية؟ ما شاء الله تستحق التجربة. مقرمشة جدا من بره، طرية جدا من جوه، لكن بطريقة مطبخ أكلة وسهرية يا جماعة، خطيرة. شايفة رقات؟ الرقاق عبارة عن رقات، تستحق التجربة، تستحق قناة مطبخ أكلة وسهرية المتابعة. الطريقة، المقادير، ادخلي معايا الفيديو وادخلي معايا القناة، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. الأكلة النهاردة مختلفة بمعنى إيه؟ بمعنى إن كلها أولا هتكون على البوتاجاز، ثانيا هتكون صينية رقاق باللحمة المفرومة. ربع كيلو من اللحمة المفرومة هيعمل لك صينية رقاق مقرمشة جدا من بره، مورقة وطرية جدا من جوه. كل ده هنشوفه لكن على البوتاجاز. الرقاق لازم يتعمل بشوربة، وشوربة دسمة بالطريقة دي. اللي بتقولك ممكن تعملي شوربة بمرق دجاج وشوية بهارات، ده كلام فيك ملوش أي أساس من الصحة. يعني لو بتعملي رقاق فأنت بتعملي رقاق سمنة، الرقاق شاربة من دسامة الشوربة. كل ده هنشوفه خطوة بخطوة. طاسة على النار، معلقة كبيرة من السمنة، ربع كيلو من اللحمة المفرومة. أول ما تفك اللحمة بالشكل ده كده هنزل ببصلاية متقطعة من عين. حلاوة الرقاق في البصل لما مش بيتحمر لكن لما بيدبل بيدي سكارة لصينية الرقاق. طعمها بيدي سكارة لصينية الرقاق مختلفة تماما. أول ما يدبل البصل هنزل ب3 فصوص من الثوم متقطعين. محتاجة إن الثوم ياخد تقليبة مع اللحمة والبصل وأشم ريحته. وقت ما هشم ريحة الثوم هيكون البصل جاهز، وهيكون الثوم خلاص دبل وريحته طلعت. معلقة من الملح، نص معلقة من السبع بهارات. مش بضيف أي حاجة تاني، السبع بهارات دي فيها كل المكونات. عايزة أقول لك السبع بهارات الريحة مع الثوم لازم تجربيها كده. البصل دبل والثوم ريحته طلعت واللحمة دخلت على سوا 50%. طماطمتين 2 مبشورين هتديلها نوع من انواع الصفارة. هقلب الطماطم مع اللحمه وهسيبهم الاتنين يتسبكوا مع بعض. سبكت اللحمه ونشفت خالص من كل السوائل اللي موجوده فيها الشوربه دي علشان تغلي. ده الرقاق. خطوه ان حضرتك الرقاق بالشكل ده انت محتاجه صينيه بالشكل ده، لكن لو مدور يبقى تعمليه في صينيه مدوره. ده خطوات نجاح الرقاق علشان ما يكونش متني، يعني ما تنيش الرقاقه واكسرها واجيبها فيبقى معجن ويبقى ناشف وما يبقاش مقرمش. محتاجه اغطي على الشوربه واسيبها دافيه، انا مش عايزاها تبرد. الصينيه اللي هكون فيها صينيه الرقاق هنزل عليها معلقه محترمه من السمنه. دي ورقه الرقاق هنزل عليها بالشوربه بالشكل ده. كل ما كانت الشوربه دسمه كل ما كانت صينيه الرقاق لذيذه جدا. بين كل ورقتين محتاجه انزل بنص معلقه من السمنه. طبعا على حسب الصينيه، انا هضيف 4 ورقات تحت و4 ورقات فوق واللحمه بينهم. بعد ال4 ورقات هنزل باللحمه. ادي اللحمه في الصينيه. لو بتاكلي رقاق عند حد وحسيتي ان طعم الرقاق ده
في سكارة، مش سكارة يعني حلو، لا سكارة يعني جميل، يعني طعمه حلو. هتحسي هتعرفي ان صينية الرقاق دي معمولة ببصلاية بطماطماية، محطوط فيه بين الورقات سمنة بلدي مخلياها مقرمشة جدا. اضيف ورقة سمنة الشوربة الرقاق شربها نص معلقة من السمنة، وهضيف بقية الصينية. صينية الرقاق هبدأ أقطعها زي صينية الجلاش بالظبط. أحلى حاجة في صينية الرقاق إن مفيش إنها مش متنية، هي مرصوصة بنفس حجم ورقة الرقاق. بعد ما تقطعيها بالشكل ده ضيفي على الوش معلقة من السمنة علشان تنزل في الفتحات اللي انت قطعتيها دي. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، هنولع من تحت بس، هنسيبها في الفرن من 25 ل 30 دقيقة. بعدين هنشوف مع بعض صينية الجلاش مختلفة، مقرمشة جدا من بره لكن طرية جدا ومرقة من جوه. طلعت من الفرن واعتقد الريحة والشكل بيوصفوا صينية الجلاش. عايزة اوريكي مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.